يا اما ممكن ما ياكلش اصلا ويرجع لك تاني بالسندوتشات، فيبقى قعد اليوم كله ما كلش حاجه. وبعدين يا جماعه بالعقل، يعني ازاي هيمشي ويروح المدرسه مطلوب منه ان هو يركز من غير ما يكون فطران ولا واكل؟ كتكوتي، اصحى ياض اصحى يلا، انت يا كسلان. وطبعا زي ما سمعتوا بصحي كابتن بتاعي عشان ينزل درسه، وطبعا خدت معاناة ووقت كبير عقبال ما صحي وفوق وقال لي هريح ظهري وافرد ظهري، وليلة كبيرة سعادتك يعني. صباح الورد الأول على عيونكم يا أحلى ناس وأشطر أمهات وأجدع ستات، يا رب يكون يومكم كله خير وراحة بال ورزق وبركة يا رب، اللهم أمين. انا جاي اتكلم معاكم في نقطه مهمه قوي، نقطه ان احنا لازم نفطر ولادنا قبل ما يروحوا الدرس او يروحوا المدرسه، ايا كان ايه هو المشوار اللي هم رايحينه، يعني الصبح الكلام دوت الصبح قبل ما يروح مدرسته لازم يكون فطران. ما ينفعش ينزل على معده فاضيه، ما ينفعش ابنك ينزل مش فطران، ما ينفعش يعني. مش عارفة ازاي، طب يعني بيجيلك قلب ازاي كده ان انت تسيبيه كده يمشي هو مش فطران؟ معاه السندوتشات بتاعته، هيروح هناك هياكل امتى؟ هياكل في البريك او في الفسحة يعني، لان معرفش في مدرسات بتمنع ان مثلا عيل يطلع اكله في الحصة، فممكن يستنى لغاية ما يجي وقت البريك ويروح واكل، يا اما ممكن ما ياكلش اصلا ويرجع لك تاني بالسندوتشات، فيبقى قعد اليوم كله ما كلش حاجة. وبعدين يا جماعة بالعقل، يعني ازاي هيمشي ويروح المدرسة مطلوب منه ان هو يركز من غير ما يكون فطران ولا واكل حاجة؟ هو مش شرط ياكل وجبة كبيرة بقى لا، يعني ممكن سندوتش بسيط، سندوتش جبنة مع كوباية لبن، سندوتش بيض، سندوتش يعني حاجة بسيطة، بس يكون الاسم ان هو كل حاجة قبل ما ممكن تديله بلحية ياكلها جنب سندوتش كده صغنن بسيط. امهات كتير بقى هتيجي تقولي لا اصل هو ما بيرضاش، اصل بقعد احاول وبيقعد يعيط وما بيرضاش ما هو انتي هو خلاص انتي عودتيه على كده، هو خلاص خد على ان انا بنزل او باخد السندوتشات معايا اروح هناك بقى اعيش حياتي، بس انا ايه، ما مش عايزه افطر الصبح قبل ما انزل، عشان خلاص معدته خدت على كده وهو اتعود على كده وانتي كمان اتعودتي على كده. فانتي بالتدريج حاولي معاه بقى، يعني اقلميه على النظام الجديد، صحيه قبليها بفتره، ما تجيش قبل ما ينزل بربع ساعة وتروحي مصحياه، لا، يعني اقل حاجة يعني ساعة مثلا، يعني ساعة الا ربع مثلا صحيه، يا ستي نص ساعة قبل ما ينزل بنص ساعة، بس انت تكوني محضرة كل حاجة، السندوتش جاهز وكل حاجة جاهزة، تصحيه وتفوقيه يتشطف والدنيا تمام، يلا اتفضل السندوتش دوت كله قبل ما تنزل، كوباية اللبن دي تتشرب قبل ما تنزل وتغصبي عليه، لان صحته اهم من التعليم. ومش معنى كلامي ان انا ابني بيريحني في الفطار قبل ما ينزل، هو بس مش فطار، هو بيبقى سندوتش بسيط، يعني انا قمت عملت له حطيت له معلقه سمنه بلدي وفقشت له بضايه ونزلت عليها بطاطس مهروسه وعملت له سندوتش بسيط جدا، طلع عيني فيه عقبال ما اكله، هو درس واحد بس اللي عنده، بس مع ذلك برضو غلبني في الاكل. فده اللي انا بتكلم فيه، اللي هو هيغلبك وهيتعبك، بس الاسم ان هو كله. انا الكلام دوت بقوله لنفسي قبل ما اكون بقوله ليكو، وبفكر نفسي بيه دايما ان ولادنا دول امانة، وان ربنا يبارك لنا فيهم يا رب ويحفظهم، فدول امانة ربنا هيسألنا عليها، فيا رب نكون قد الامانة دي يا رب. وكمان محدش هيخاف على عيل اكتر من امه، فاحنا بننصح بعض، واللي عنده اي فكرة بيقولوها لي، انا برضو عندي افكار بقولها لكم، عايزين نساعد بعض ونقوي بعض كده، وربنا معانا ويقوينا جميعا يا رب على تربيتهم يا رب. يا رب يا رب ربنا يحفظ ولادنا من كل شر ويسعد قلوبهم ويبارك في عمرهم ويحقق ليهم كل أحلامهم الحلوة يا رب. أشوفكم على خير.